في مرحله معينه في شغلك في الماركتينج هتبقى محوريه، بتعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه، اوقات تنجح واوقات لا، وبتكون مش عارف السبب وتايه ليه ده بيحصل. هنا في خبرين، لو فضلت على نفس الليفل ده هتفضل مكانك وده الخبر الوحش، ولو قدرت تعدي المرحله دي وتفهم السبب هتطير لفوق وده الخبر الحلو. وانا هنا هقول لك السبب، انك تبدا الموضوع من اخر مرحله، انك تذاكر السكيل مش العلم، انك مثلا تتعلم الميديا باينج كسكيل كمهاره مش كعلم ماركتينج، لان الماركتينج مش كلام نظري المفروض انك بتطبقه، ودي المفاجاه. مثلا البيزنس ليه اهداف، ممكن يكون انه عايز ياخد ماركت شير اكبر، او انه يكسب اكتر يزود بروفيت، او انه يبيع ستوك من منتج موجود عنده مش عارف يبيعه. كل دي اهداف للبيزنس عايز يحققها على مدار رحلته علشان يفضل يكسب ويكبر ويحقق بروفيت. انك تروح تعمل بلان اويرنس انجيجمنت سيلز بنفس الاسطمبه بنفس الطريقه بتطبقها على كل بيزنس، وده مش صح. انت الاول لازم تحدد البيزنس عايز ايه. لو البيزنس عايز يكسب ماركت شير، هنا انت هتشتغل اويرنس، بس مش الاويرنس الاسطمبه اللي هو مجرد بيتكلم على المنتج في ديزاينز وفيديوز ومميزاته، لا انت هنا ممكن تشتغل بنتريشن استراتيجي في التسعير مثلا، علشان اهم مرحله في الاويرنس ان العميل يجرب المنتج بتاعه ويشوفه ويلمس المميزات اللي انت بتقولها على ارض الواقع وبتقولها في الكامبينز بتاعتك. لان انا مش هدفي ان العميل يشوف البراند، لان ممكن يكون الكل بيشوف بس مش الكل بيشتري، كده انا ما عملتش حاجه. انا عايز العميل يجرب ويشتري، وهنا يجي الكور الاساسي للفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لكل بيزنس هتعمل له ميديا باينج او سوشيال ميديا او كونتنت بلان، في عوامل كتير لازم تاخدها في الاعتبار علشان تشتغل صح. اولهم ايه هي البيزنس اوبجكتيفز، البيزنس ده عايز ايه؟ عايز يزود بروفيت، ولا يروح لشريحه جديده، ولا بيعمل منتج موجود عنده مش عارف يبيعه، وهكذا. او مثلا ممكن يتكلم هو البيزنس في انهي مرحله، لسه بادئ ولا موجود بقاله كذا سنه في الماركت، لان اللي لسه بادئ هيكون مختلف عن اللي بقاله كذا سنه، ده حقق انتشار اكبر، فما ينفعش تقارن نفسك بيه لو انت لسه بادئ. وبناء على الكلام ده لازم تحدد البيزنس هو في انهي مرحله. طيب نيجي للسؤال المهم، طب هل البيزنس مراحل؟ اكيد ليه مراحل، زي مثلا مرحله اللونش او مرحله الجروث او مرحله الماتيوريتي او مرحله الديكلاين. لكل مرحله من دول استراتيجيز مناسبه بس ليها. يعني مثلا في مرحله الماتيوريتي لو التارجت اودينس بتاعه هو مليون شخص، فهو تقريبا وصل للمليون شخص، فهنا البيزنس بيوصل لمرحله ان المبيعات بتاعته بتثبت او بتقل. فهنا ايه دورك انت؟ المفروض تعمل ايه؟ هنا انسب استراتيجي تعملها في الماركتينج ان انت توصل لتارجت اودينس جديد علشان ترجع لمرحله الجروث تاني، او حتى تدخل برودكت جديد يخدم على شريحه جديده، وده المهم واللي كتير ما بيعملوهوش. وهنا انا بكلمك كمايند سيت، ايه الحاجات اللي انت بتقابلها وما بتبقاش عارف ايه الاسباب بتاعتها، ليه البيزنس ما بيقدرش يوصل على مرحله مبيعات معينه، او حتى المبيعات بتاعته ثابته لفتره معينه. وده اللي احنا بنقدر نعمله لك في فالانس، ان احنا بنعمل لك ماركتينج كامبينز كاستمايز للبيزنس بتاعتك والمرحله اللي هو بيمر بيها. لو انت البيزنس بتاعك واصل لمرحله سيلز ومبيعات معينه ومش عارف تجرو او تكبر عنها، فتقدر تتواصل مع فالانس ايجنسي دلوقتي.